حاجة غريبة أوي لاحظتها يا حبي دلوقتي. بص كده، افتح معايا اليوتيوب، اكتب معايا في السيرش حسوبة توكس، هندخل على التشانل، هنجيب فيديوز، هننزل لتحت شوية، عايزين انزل معايا تحت قوي 2000 كمان. years later. هننزل 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 1 كمان. eternity later. روح بعيد، عايزك تنزل معايا لتحت في الاخر. ايوه، هنيجي عند الفيديو ده، قصة الرقصة الأخيرة لفينوم، تحليل مفصل لكل اللي فاتك من فيلم فينوم ذا لاست دانس، أهم الإستر إيجز. الفيديو ده امتى؟ من سنة، هو مش من سنة، هو أكتر، من 2023. هنشغل هي دي بقى الحتة اللي أنا كنت ثابت عليها، اللي أنا عايز أوريها لك يا حبي. اسمع معايا بقى الحتة اللي جاية دي ان هو مش هينسى فينوم. وبعديها بنروح للبوست كريدت سين الاول، وبنشوف ان نال ولا متضايق ولا حاجه، وشكله كده متفائل قوي مع ان الكودكس اتدمر، وبنسمعه بيقول ان اور تشامبيون هاز فولن على فينوم يعني، وانه قريب قوي هيخرج من هنا. معرفش على اساس ايه هو متفائل كده، بس ماشي. فتعال اقول لك بقى هو ليه متفائل كده. الكلام حاليا ان دي بدايه نال زي ما انت شفت كده، وهيتم ربطه بعد كده بسبايدر مان، ويجوز يحب ان حته السيمبيوت اللي في عالم الام سي يو تبوند مع بيتر باركر ويموت، وفينوم يحييه ويبقى معاه هو الكودكس ساعتها. ده كده احتمال، او ممكن ايدي نفسه يوصل. شكرا، فوالا. الكلام ده بقى يا كبير من قبل ما يكون في حاجه اسمها براند نيو داي اصلا. شكرا.